ايادي. اشتقت يوما ان تعود بلادي. غابت وغبت. في الخوف لا احد ينام، في الحزن لا احد ينام، من لم يمت في السجن قهرا مات في صخب الزحام. كتبت هذه القصيدة في رثاء شيخ السكايبي ورمز محبتنا ونبض قلوبنا الأستاذ صلاح هوغو رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. شعر الشاعر العراقي عادل الشرقي. ماذا سأكتب يا صلاح؟ ماذا أقول؟ فمهجتي والله قد دميت، وقلبي تستفيض به الجراح. ماذا سأكتب يا صلاح؟ ماذا أقول؟ فمهجتي والله قد دميت، وقلبي تستفيض به الجراح. ماذا أقدم للفتى المحبوب غير الدمعة الحرة وصدرا قد تفجر بالنواح؟ ماذا سأكتب عنك يا هوغو وهل يحلو الكلام؟ ماذا سأكتب عنك يا هوغو وهل يحلو الكلام؟ ماذا أقول لعيني التعبى لتغفو أو تنام؟ ماذا سأكتب عنك يا هوغو وهل يحلو الكلام؟ ماذا أقول لعيني التعبى لتغفو أو تنام؟ يا زهو قافيتي ونبضي يا حبيبي، يا زهو قافيتي ونبضي يا حبيبي، إني لأصرخ في المدى لتبدد الريح الصدى. هل بعد صوتك من مجيبي؟ الكل يسأل عنك في المنفى وقلبك لا يجيب. الكل يسأل عنك في المنفى وقلبك لا يجيب. هذا علاء يقول يا هوغو حبيبي يا صديقي، لم يا رفيق الدرب تتركنا بمنتصف الطريق؟ هذا علاء يقول يا هوغو حبيبي يا صديقي، لم يا رفيق الدرب تتركنا بمنتصف الطريق؟ هذا ياد يصيح يا هوغو أتتركنا وتذهب؟ أولست تعرف أن اسمك يا ضياء الروح فوق القلب يكتب؟ هذا الأمير الشمري، هذا الأمير الشمري وأراه يبكي من جوارحه وينحب. هذا الأمير الشمري أراه يبكي من جوارحه وينحب. ماذا أقول لراضية؟ ماذا أقول لراضية؟ فلقد رأيت القلب منها قد تمزق وهي تنحب باكية. ماذا أقول لإخوتي؟ فالموت أشعل دمعتي. ها إنهم يبكون أسمعهم، ها إنهم يبكون أسمعهم ويبتهلون للباري أن ارحم يا إله الكون صاحبنا صلاح. ماذا أقول لإخوتي؟ فالموت أشعل دمعتي. ها إنهم يبكون أسمعهم ويبتهلون للباري أن ارحم يا إله الكون صاحبنا صلاح. يا صاحب الصوت الجميل، يا أيها الرجل النبيل، يا أجمل الأحباب في اللقيا، إذا ما هل يفرط بالسلام. يا أجمل الأحباب في اللقيا،
إذا ما هل يفرط بالسلام. نم يا صلاح، نم يا صلاح، فنحن لن ننساك، لا والله لن ننسى حبيبا في الجلوس وفي القيام. يا أجمل الأحباب في اللقيا إذا ما هل يفرط بالسلام. نم يا صلاح، فنحن لن ننساك، لا والله لن ننسى حبيبا في الجلوس وفي القيام. سنظل نقرئك السلام، سنظل نقرئك السلام، سنظل نقرئك السلام.